انا اسمي اسماء وده يوم في حياتي. بدأت يومي بفنجان قهوة وفطاري المفضل، وانا عادة مش بفطر قبل الظهر علشان بكون في الجيم الصبح، وعشان دايما بحب اقدم لعيلتي اختيارات صحية، فدايما بحب يكون عندي سناك يكون فيها فايدة عشان ما نلجأش لأي حاجة مش صحية. والاختيار الامثل بالنسبة لي ان اخلي سلطات تكون طعمها حلو موجودة دايما في التلاجة ويكون كل البيت بيحبها، ومفيش بالنسبة لي احسن من سلطة البنجر لان كلنا الحقيقة بنحبها وخصوصا فيروز. عشان كده بجيب البنجر وبسلقه وبقطعه وبحط عليه التوابل وبشيله في التلاجة وبطلع منه كل يوم على الاكل. اما بقى السناك التاني فهو الذرة، بما ان دلوقتي الموسم بتاعه وهو منتشر جدا الحقيقة اليومين دول، فانا بحب ان انا اجيبه وبرده بسلقه وبحطه في التلاجة، بس ناخد بالنا ان مدة السلق بتاعته ما تكونش طويلة عشان ده بيخليه جلد ومش بيبقى حلو خالص في الاكل. وبحفظه في التلاجة في المية اللي انا سلقته فيها اللي بتكون فيها كركم وكمان سكر علشان يفضل محتفظ بطراوته. واخيرا الترمس والحمص عشان هم غنيين بالبروتين. وبس كده، قولولي رأيكم في الافكار دي، ولو عندكم افكار تانية اكتبوها في الكومنتس.